السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. عودة أيمن أشرف إلى القاهرة بعد الاطمئنان على حالته الصحية، وطبيب الأهلي يؤكد على حاجة اللاعب إلى أسبوع فقط للتأهيل قبل الانضمام للتدريبات الجماعية وليس شهرين كما أشاع البعض. حمدي فتحي يعود للتدريبات الجماعية في الأهلي بعد تعرضه للإصابة مع المنتخب. النادي الأهلي يستعد لتجديد عقد حسين الشحات وياسر إبراهيم بعد إعطاء كولر الضوء الأخضر، وتأجيل قرار التجديد لأيمن أشرف ورامي ربيعة بناء على رغبة المدير الفني. الأهلي يقترب من تعديل عقد محمود متولي ومحمد مجدي أفشة خلال الأيام القادمة تقديرا لخدماتهم مع الفريق. النادي الأهلي يقرر استعادة كريم نيدفيد من فيوتشر بعد انتهاء الإعارة بناء على رغبة كولر الذي أبدى إعجاب كبير باللاعب. الكابتن محمود الخطيب يؤكد لكولر بأن مجلس إدارة الأهلي سيلبي له جميع مطالبه ويضم جميع اللاعبين الذي طلب التعاقد معهم خلال يناير. الأهلي يبدأ التحرك من الآن لإنهاء الاتفاق مع جناح ومهاجم أجنبي سوبر بناء على رغبة المدير الفني. انتعاش خزينة النادي الأهلي خلال الأيام القادمة باستلام مبلغ كبير من الشركة الراعية للفريق. مارسيل كولر يقترب من قرار الاعتماد على محمد أشرف في مركز الظهير الأيسر مع الفريق خلال الفترة القادمة في ظل تواجد معلول مع منتخب بلاده. عمار حمدي يعود ويشارك في تدريبات الأهلي لأول مرة منذ تعرضه للإصابة. محمد عبد المنعم ينتظم في تدريبات الأهلي بعد تخلصه من أعراض جراحة الأنف. في حضور مارسيل كولر وسيد عبد الحفيظ وحسام غالي وأمير توفيق، فريق شباب الأهلي تحت قيادة شريف عبد الفضيل يهزم الزمالك بهدفين مقابل هدف في بطولة دوري الشباب. سجل الهدفين عبد الرحمن مانو وأحمد أشرف، وشارك في المباراة ثنائي دجلة عبد الرحمن رشدان وكريم الدبيس ومصطفى شوبير وشادي رضوان وزياد طارق. في مفاجأة كبيرة، المنتخب السعودي يحقق الفوز على الأرجنتين بنتيجة 2-1 وسعادة كبيرة في الشارع العربي. السعودية تحقق إنجاز تاريخي كأول فريق عربي وآسيوي يفوز على الأرجنتين في التاريخ. أحمد فتوح يتخلص من الإصابة ويشارك في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة المصري في الكأس. شركة اتصالات تطلب من إدارة الأهلي مشاركة محمود كهربا في إعلانها الجديد. وزارة الشباب والرياضة تشكل لجنة للتحقيق في عقد مباراة مصر وبلجيكا الودية بعد علم وزير الرياضة أشرف صبحي بوجود مخالفات وفساد في رحلة المنتخب إلى الكويت. أحمد حسام ميدو بعد فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين يهاجم هنا بوريدة وأحمد مجاهد. رينارد كان مستعد يتولى المسؤولية الفنية لمنتخب مصر، ولكن عصابة السبوبة هاني أبو ريدة وأحمد مجاهد وصبيانهم اختاروا أجيري لقيادة منتخب مصر. معلومة للتاريخ: بعد عرض اللاعب على المدير الفني، مارسيل كولر يرفض ضم اللاعب محمود حمادة، والأهلي يرصد 70 مليون جنيه لإنهاء مستحقات اللاعبين. محمد شبانة: كهربا حصل على 15 مليون جنيه من مستحقاته لدى النادي الأهلي، بالإضافة إلى أنه سيقوم بصرف نصف راتبه هذا الموسم وإكمال مبلغ الغرامة وتسديده للزمالك. كهربا سينهي أزمة الغرامة المالية مع الزمالك وسيدفع نصف المبلغ فقط حوالي 30 مليون جنيه، فيما سيعمل محاميه على إنهاء إجراءات رفع الإيقاف. والنادي الأهلي سيقوم بقيد كهربا في القائمة الأفريقية خلال شهر يناير القادم، واللاعب جاهز للمباريات ونال إشادة كبيرة من كولر ومحلل الأداء ياسين المكاري في التقرير الذي تم تقديمه للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. المملكة العربية السعودية تمنح موظفيها أجازة مدفوعة الأجر بعد إنجاز فوز المنتخب على الأرجنتين في كأس العالم، وتشمل الأجازة جميع العاملين في الدولة، قطاع عام وخاص وطلاب وجامعات ومدارس. مصدر من الزمالك: سامسون إيكينولا يصل إلى مصر وينتظم في ميران الزمالك يوم الأربعاء بعد حل الأزمة. ليونيل ميسي بعد الهزيمة أمام المنتخب السعودي: كنا نعلم أن السعودية فريق به لاعبين جيدين وأنهم يحركون الكرة بشكل جيد ويقدمون خطوطهم كثيرا، لقد عملنا على ذلك لكننا تسرعنا قليلا، لا أعذار، سنكون أكثر اتحاد من أي وقت مضى. أنخيل دي ماريا: كان بإمكاننا الفوز بسهولة 5-0 على المنتخب السعودي، لكن لولا الحظ.
مانشستر يونايتد يعلن فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو بالاتفاق بين الطرفين وبشكل فوري، وتقارير صحفية تؤكد وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة إما نيوكاسل الإنجليزي أو النصر السعودي. ملاك نادي مانشستر يونايتد يعلنون رغبتهم في بيع النادي وينتظرون العرض المناسب. رسميا إذاعة مباراة المغرب ضد كرواتيا على قنوات بي إن سبورت المفتوحة وكأس. خالد بيومي بعد فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين: أعجبني جدا عقلية اللاعب السعودي وخاصة صالح الشهري، تصريحاته بعد الفوز على الأرجنتين: نحن لم نتأهل إلى الآن، هذا ما نتمناه من نجومنا العرب، عدم الإفراط في الفرحة، ومباراة وانتهت، والفرحة نتركها للجماهير وعليكم إسعاد الجماهير مرة أخرى بفوز آخر. هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي بعد الفوز على الأرجنتين: الأرجنتين ستتأهل وستحقق كأس العالم. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي، فعل زرار الجرس علشان يوصلك كل أخبارنا الجديدة أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله.